البادجت بتاعي 95,000. الناس هتتسأل 95,000 دول جم منين؟ من الريسورسز. الريسورسز دي عبارة عن ايه؟ انتوا دلوقتي هتشوفوا خطة خريج من خريجين كامب يونج بروجكت مانجمنت بروفيشنال، والخطة دي لأول مشروع في حياته وهو حلمه في المستقبل، بعد ما اتعلم خلال 5 أيام أساسيات PMP. مش عايز أحرق لكم بس نتائجهم مبهرة. ممكن تعرفني بنفسك؟ اسمي مالك وعندي 11 سنة. اوكي. ايه البروجكت بتاعك؟ ممكن تكلمنا عليه؟ ابقى مهندس كمبيوتر. ماي دريم از مهندس كمبيوتر. انا نفسي ابقى مهندس كمبيوتر. السكوب بتاعي ايه؟ اعمل ايه علشان ابقى مهندس كمبيوتر؟ اذاكر كويس، اخد كورسات، ادخل الجامعه، اتخرج من الجامعه. التايم بتاعي برضو هذاكر كويس وانام كويس واخد كورسات، وهدخل الجامعه في سن 18 سنه واتخرج منها في سن 20 سنه، وهبقى مهندس كمبيوتر وانا عندي 23 سنه. اوكي. البادجت يعني ايه بادجت؟ البادجت ميزانيه. البادجت بتاعي 95,000. الناس هتتسأل 95,000 دول جم منين؟ من الريسورسز. الريسورسز دي عبارة عن ايه؟ مثلا هشتري لابتوب وموبايل والادوات او العده بتاعتي، زائد الريسك. الريسك ده هيبقى 20,000، 20%، فيبقى التوتال بتاعي 95. الريسك 20%؟ اوكي تمام. ليه بقى انت ايه الريسك؟ يعني ممكن تشرح لنا الريسك؟ مثلا تعبت، حصل حاجه، فيبقى معايا فلوس احتياطيه، او الاسعار غليت فيبقى معايا حاجه احتياطيه. اوكي. مين هم الستيك هولدرز اللي الستيك هولدرز بتوعي؟ بابا وماما واصدقائي المهندسين اللي هيبقوا معايا والدكاتره اللي هيشرحوا لي في الجامعه. ثانك يو سو ماتش. احنا مبسوطين ان احنا سمعناك دلوقتي حالا. ممكن يا جماعه نسقف للشباب كده بعض.